تكون كيما انا كي تحب تخرج تبعت الدراري عند باباهم يسكنوا له في راسه حتى يقول لهم روحوا وجدوا روحكم. سلام خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير. اجدد نقول لكم مرحبا بكم. الدار داركم ولا تباليه انا الحمد لله قناتي راهي بلا عقل تطلع بعقلها الحمد لله. ان شاء الله يا ربي يوفقنا ونكونوا عيله واحده ان شاء الله. حاجه اللي تحقوها راني هنا، انتم ما عليكم غير تدعموني بالجيم وكومونتير والبارطاج. شوفوا لي هذاك النهار كيفاش راهو يهبل يا البنات. راه نهار شباب ودافي وتاع تحواس. البنات انا وليدي قال لي ماما تولي تقعدي اللور، راني كبرت وكيما كان الحال. اليوم درت له بغردو وقلت له ريح وليدي راك كبرت. هذه هي البنات. رحنا ديناهم مع العشيه الحديقه تاع الألعاب وكامل. ريحنا شوية، كان مظهر بزاف هايل، كان جو تاع حواس كيما اللي نحبوه احنا، سجور وسخانة. وهذيك هي البنات. الواحد هكذا يدي شوية وقته، يدي وقته في دارو في طيابه مع راجله مع وليداته. وهذه هي الدنيا وما فيها. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، على الصحة على النعمة على الأولاد على الزوج على الدار على كل شيء يا البنات. كانت واحد الأخت قالت لي أختي من فضلك تعيشي قولي لي كيفاش عندك 3 دراري. وقلت راني عايشة مع عجوزتي. ايه البنات عندي 3 دراري، عندي طفل في عمره 12 سنة وطفلة 10 سنين وطفل في عمره عامين. عندي 13 سنة زواج وانا ساكنة مع عجوزتي الحمد لله. عندي لاديال دايرة لاديال، ولكن حاليا انا نسقمو فيها وبقى لي نكمل العام تاع بنتي لهنا تاع 5 تكملوا هنايا باش تقرا في السيام اللي هي هذه البنت. ما حبيتش نخلط لها قرايتها، لكن باذن الله في اقرب وقت راح ندير لكم جوله في السكنه عدل باذن الرحمن ان شاء الله. برك ما ننساش نشارك معاكم داري اللي راني كما يقولوا اللي راني كل خطره واش ندير فيها. الحمد لله كل واحد ومقدوره، كل واحد واش يقدر يدير. يا لو كان بكالاجا معليش، ما عندكش معليش اختي ما تسقميش. هذه هي انا نقول لهم المهم واحد يكون صحيح ومتهني. ويلا راني غلطه خلوا لي في التعاليق البنات. الدار غوله ماشي كل يوم، ماشي من نهارك تقدري ديري كلش. اليوم درتي حاجه غدوه ان شاء الله حاجه وهي رايحه. المهم القناعه البنات، القناعه راهي كنز. القناعه كي تكون مرا قانعه مع راجلها حاجه ما راح تغويها وحاجه ما راح تجيها صعيبه. قلتوا لي كيفاش ولادك فهمينا ولادك كيفاش. ولادي قلت لكم كيما الكبير مع اختو يرقدوا مع عجوزتي والطفل الصغير يرقد معايا. ما عنديش اشكال كامل في الرقاد ولا الحمد لله يا ربي. الطفل يرقدوا معايا والزوج يرقدوا مع امانهم. قالت لي كيفاش يعني كيفاش تأقلمتي. قلت لها كيفاش نتأقلم وانا كي تكوني راجلك تحبيه وماكشي حابه تخربي دارك لازم تتأقلمي. والحمد لله عايشين ومستقنعين. وهاوليك ما بقاش بزاف ان شاء الله نروح لداري. وهذه هي البنات. يقول لك المرأة لازم تصبر على دارها، تصبر على راجلها، تصبر على وليداتها. هذه هي. ما تصبريش واش ديري تروحي لداركم. قالت لي الاخت قولي لي شحال تزوجتي في عمرك. انا قلت لك باللي في الفيديو الاول فيديو تعريفي قلت لك باللي تزوجت في عمري 17 سنه. 17 سنه. قالت لي اختي اسك ندمتي كي تزوجتي ولا لا. لا ما ندمتش ما كذبش عليك. الزواج نصف الدين، لكن نعرفوا لازم كي تجينا هكا كي نكونوا كما يقولوا مطبات الحياه، مطبات شغل لي دودان. لازم نعرفوا كيفاش نواسوا في وقت المشاكل ولا في وقت في وقت كما يقولوا كيفاش نعرفوا نسيروا. بس كل المرأة تلعب دور في دارها البنات. المرأة هي أساس البيت. المرأة هي اللي تعرف كيفاش تقوم دارها وكيفاش تقوم كامل المشاكل. اهنا البنات وصفت لي كخاب 2 حبات بيض مع 3 مغارف سكر، 2 مغارف زيت، لافاني، قرصة ملح. وندربهم مليح البنات، ندربهم هكذايا مليح مليح حتى يتخالطوا كامل. والله انا هذه الوصفه نعتمدها من اللي عندي شحال واحد 10 سنين وانا ندير غير هذه الوصفه تاع الكخاب. ومن بعداتك نجيب الحليب. الحليب حوالي كاس. نتوما واش حبيتوا ديروا البنات فهمتوني.
انتم واش راكم حابين، وشحال الكميه اللي راكم حابين ديروها. كاس حليب، نزيد نضرب مليح، والفارينه حوالي 2 كيسان اللي كنا غربلناها وحطيناها. بيان سور انا نحب لي كريب بالذوق تاع لافاني، لازم ديرهم لافاني البنات، يجوا بزاف هايلين ويجوا خفاف. واللي باش تروحي تشري وحده 50,000 ديريها في الدار بزوج بيضات تاكلي حتى تشبعي. احنا البنات بعد ما خلطتهم هكذايا، انتوما ولقاهم تشوفوا شتوه باللي جا بزاف ثقيل زيدوا له الحليب، شتوه باللي خفيف زيدوا له الفارينه. عينكم هي ميزانكم البنات. انا نعطيكم الوصفه وانتم اللي راكم تخلطوا، ما نقدرش نعطيكم بالضبط كلش بالضبط، فهمتوني؟ كاين الفارينه اللي تشرب وكاين الفارينه اللي لا. هنا بانت لي باللي الفارينه شربت لي شويه زياده. انا نروح ندير لها حوالي 2 مغارف حليب هكذايا، ونوجد لك مقله تاعي تاع لي كراب كرابيير ديالي، نوجدها باسكو لازم لها تكون دافيه، ونمسحها بالزبده. هكا ديروا الزبده مسحوها وخليوها تدي هذيك شغل تسخن. والله انا هذولي كراب نحبهم، والزوج ثاني يقول لي كل خميس ديريهم لنا مع الدراري. وتعرفوا دراري كي يكبروا يولوا يتشرطوا في الماكله البنات، صرتو حاجه حلوه في الليل. دائما يقولنا ماما ما درتيليش تحليه، ماما ما درتيلناش بانكيك، ماما ما درتيلناش لي كراب. اليوم درت لهم لي كراب. شكون كيما ولادي تخلي لي في التعاليق يحبوا لي كراب، بانكيك، تحليات. هذوما التحليات المهم غير حاجه الحلوه، ويعرفوا باللي حاجه اللي تجي في الدار تجي زاكيه، ما ياكلوش غير حبه ولا يحبوا يذوبليو. احنا البنات بعد ما طابوا لي شريت هذه الشيكولا كريسبي البنات، تجي تقرمش لداخل بزاف هايله. انا كنت نستعمل المرجان ولكن هذه تاني راهي مليحه والسعر مليحه ماشي غاليه بزاف. هاي لك البنات نمشيها كامل، نصيحه ما تكتروش الشيكولا بزاف باش ما يجوش يقهموا، فهمتوني؟ كنت نحكي لكم ومن بعد فكرت واحد الاخت قالت لي اختي ديري لنا كي ديري لنا فيديو الوصفه اللي حديري هضري لنا عليها. تسمى حبست الموضوع في النص، قلت معليش درنا شويه موضوع وولينا لي كراب ديالي. ان شاء الله يكون عجبكم وصفه لي كراب هادو، جربوهم والله ما راح تندموا. وخلوا لي في التعاليق البنات كاش وصفات حبيتوا نديرهم لكم، ولا كاش نصائح، ولا كاش اي عفسه خلوها لي في التعليق البنات. انا ما عليا هنا غير نحط لكم الموضوع، فهمتوني؟ اللي عندها حكايه. ومن بعد نحط لكم الرابط تاع انستغرام ديالي اللي تحب تتواصل معايا في الخاص. مرحبا والف مرحبا بك اختي، عندك حكايه عندك موضوع حبيتي استفسار، رانا هنا رانا كامل خيات، ندعموا بعضانا نعاونوا بعضانا. علاش لا البنات؟ وحده ما راح تدي رزق واحده. الحمد لله اللي تحب الخير لغيرها ربي راح يعطي لها على حسب قد نيتها، وراح يعطي لها على حسب قلبها وعلى حسب واش تنوي للناس. صدقيني واحد ما راح يدي رزق واحد، لكن المحبه والنيه كما يقولوا التسامح والغفران ما كاش كيما هما البنات. ما نقصحوش قلوبنا، هذه الدنيا ما راح ندو معانا والو، الدنيا هذه فانيه. شدوا في صلاتكم وشدوا في ربي، يقول لك اللي يشد في الصحيح ما يطيح. وهنا نكون وصلت لنهايه الفيديو. سلام في امان الله.